والهلال ضد ريال مدريد. أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. ويخوض الأهلي المواجهة الافتتاحية أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم 15 يونيو على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا. وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين. تريزيجيه وفتحي على رأس القائمة في تحركات الأهلي قبل كأس العالم للأندية. بدأ النادي الأهلي التفكير في احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للمشاركة المنتظرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية. تطورات حادث اللاعب رجب عمران في أوسيم وفاة شخصين. لفظ 2 من المصابين في الحادث الذي وقع بمنطقة أوسيم أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى العام، فيما يتلقى المصاب الثالث العلاج. وصدم لاعب الكرة المعروف رجب عمران 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بمركز أوسيم شمال الجيزة أول أمس الخميس. تلقى مركز أوسيم اختارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات 3 مصابين إثر حادث سير بدائرة المركز. التحريات الأولية بيّنت أن لاعب الكرة اصطدم بسيارته بدراجة تقل 3 أشخاص فأطاح بهم على الأرض محدثا إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسد. نقلوا على أثرها للمستشفى وتوفي شخصين من المصابين، فيما يتلقى المصاب الثالث العلاج. تم نقل جسامين المتوفين لثلاجة الموتى بالمستشفى تمهيدا لتسليمهم لذويهم بعد إخطار النيابة العامة. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. سيد عبد الحفيظ لو أهلاوي كانت منع. سيد عبد الحفيظ ينتقد تصريحات ميدو ضد الأهلي. انتقد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي تصريحات أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق حول عدم تشجيعه للنادي الأهلي